احنا ما عندناش ارض زراعيه ولكن عندنا سطح، فقلنا نستغل السطح. زرعنا عليه كرنب وكرنبيت، شايفين الكرنبيت، وزرعنا عليه طبعا فول وطماطم وخرشوف، وزي ما انتم شايفين كده، وطماطم وبصل وتوم، وزرعنا كل حاجة على سطحنا. شايفين اللهم صل على النبي، شايفين الكرنبيت اهو اهو ماشي، وده رمان، و... وسيبنا شتلات عملنا من الخس اللي احنا كان على سطحنا، تجاوي خس وتين شوكي والتوم. اللهم صل على النبي، وشايفين الطماطم وادي الكرنب اهو، ودي برضو اللهم صل على النبي ده بصل. والله احنا بدينا المشروع ده من حوالي سنة، لأن هي كانت فكرة الحاج إسماعيل اللي هو جوزي. فعلشان عدة أسباب. أول سبب ارتفاع الأسعار، عشان احنا ما عندناش أرض زراعية ولكن عندنا سطح، فقلنا نستغل السطح ده ونزرعوه. ماشي. تاني حاجة إن احنا نزرعه زراعة أورجانيك بدون مواد كيميائية وبدون مية ملوثة. علشان خاطر أنا لما نيجي نوكل ولادي حاجة ثمرة فاكهة ولا خضار نبقى مطمئنة عليهم إننا بنوكلهم حاجة خالية من السموم. فقلنا نزرع. وكمان يعني هي حاجة كويسة بتحافظ على البيئة، الزراعة ديت بتحافظ على البيئة و... وبتدي طاقة إيجابية صراحة. الزرع بنرشوه هات يا أحمد كده طبعا